بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. أهلا وسهلا بكم متابعيني الكرام. تعالوا هنشوف هنعمل مع بعض النهاردة بقى الفول والفلافل اللي هيوفروا علينا كتير جدا بدل ما بنشتريهم من المطعم غاليين جدا. احنا هنحاول نجيب نص كيلو فول مدمس وهنعمله احنا في البيت بالطريقة القمر الجميلة اللي هنشوفها مع بعض في الفيديو. وهنعمل كمان ونص كيلو من الفول المفصص، وهنعمل برضو عجينة الفلافل في البيت بأقل الإمكانيات، وبالتالي وفرتي على نفسك ان انت تشتري من المطعم، وخاصة مع موسم بدء المدارس، وبتبقى عايزة تعملي سندوتشات لأولادك أو تفطريهم في البيت قبل ما يخرجوا لمدارسهم، وبالتالي هتوفري شوية في ميزانيتك نظرا لارتفاع الأسعار في الوقت الحالي زي ما كلنا عارفين. زي ما انت شايفه هنا احنا هنعمل شويه من الفول المدمس بالامكانيات البسيطه اللي متوفره عندي في البيت، وكمان هنعمل عجينه الفلافل اللي تقدري تحمريها برضو في شويه من الزيت وتطلع احلى فلافل بامكانياتك البسيطه جوه البيت. حط اللايك وادعمي الفيديو باللايك علشان ينتشر لاكبر فئه من الناس والكل يستفيد. هنا عجينه الفلافل ببساطه شديده جدا او باختصار انت عندك هنا ده عباره عن اقل من نص كيلو من الفول المفصص، بتجيبيه كده من عند العطار وبنقعه في الميه مده لا تقل عن ساعتين ثلاثه. هنا عندك ربطه من البقدونس الاخضر، ولكن انا كان عندي متفرز في الفريزر، وبصلايه واحده متوسطه في الحجم. وعندي هنا كمان لو انت عندك توم فريش حوالي نص راس توم صغيره، او معلقتين كبار من التوم المهروس لو انت مفرزاه زي ما انا عامله كده. طبعا انا مفرزه التوم والخضره، وبالتالي انا استخدمت اللي موجود عندي في الفريزر ومشيت نفسي بيه. بجيب هنا بقى طبعا البصله بتاعتي، ببدا اقطعها الى قطع كده اهوت مكعبات صغيره. بنزل الكلام ده كله في درق الخلاط او في شفشق الخلاط، او لو عندك كبه مفيش اي مشكله خالص، هنا يمشي وهنا يمشي، كل البيوت اكيد فيها خلاطات. زي ما انت شايفه كده بنزل هنا برضو هنا الخضره بتاعتي، بقدونس اخضر او كزبره خضراء اللي متوفر عندك دي بتديها اللون الاخضر الحلو. وعندك بصل اخضر، خد العروق الخضراء بتاعته برضو بتبقى جميله جدا، او كرات في موسم توفر كرات. طبعا كرات يعني بتحس ان هو نادر وجوده شويه في الاسواق يعني. خلاص، طيب انا عملتها بس بالمحتويات او مكونات المتوفره عندي في البيت، طلعت في منتهى الجمال، وبتشوفيها زي ما انت شفتيها في بدايه الفيديو هتشوفيها في نهايه الفيديو. فالمقصد هنا مفيش كرات هتقدري تعمليها، مفيش بصل اخضر هتقدري تعمليها. هنكتفي بالخضره اللي موجوده عندنا وبالبصل الناشف وبالثوم طبعا. خلاص، هتطلع في منتهى الجمال. بحط الكلام ده كله في درق الخلاط، وعلشان طبعا تمشي بس معاكي شويه بتحط شويه من الميه، حوالي ربع كوبايه من الميه، وبتبداي هنا تمشي الخلاط واحده واحده كده او الكبه واحده واحده عشان ما تتكسر منك اهو. تشتغلي وتطفي لما هتبدا تشتغل معاكي وتدور بسهوله يعني. تمام. حتى لو انت حطيتي كميه من الميه وطلعت كميه معاكي كبيره وانت حستي، بتصفيها بمسحه الشاي عادي الميه الزياده دي، وهتطلع معاكي احلى عجينه فلافل في الدنيا بالشكل القمر اللي انت شايفاه دوت. بص الطعام والجمال، والله ما قادره اقول لك حتى ريحتها عامله ازاي، جميله جدا جدا جدا. طبعا هنا بتضربيها ضرب كويس قوي مرتين بحيث تطلع ناعمه معاكي عشان ما تبقاش خشنه. هنا بقى شويه من الكمون، شويه من الملح، وشويه من الكزبره الناشفه، وكمان نص معلقه صغيره من البيكنج باودر اللي هو مسحوق الخبيز. بس حطي الكلام ده كله قلبيه مع بعضه في العجينه بتاعتك دي كويس قوي، وهتطلع معاكي بالطعامه والجمال والشكل القمر اللي انت شايفاه دهوت. ما ننساش ندعم الفيديو باللايك، اللايك هو اللي بيجعل الفيديو ينتشر واكبر فئة من الناس تستفاد، نفيد ونفيد بعضينا. وتدعمي المحتوى الكويس الطيب اللي بيبذل فيه مجهود، واللي بيكون الهدف من وراه طبعا المعلومة المتداولة بينا. اهو بقلبها كويس قوي زي ما انت شايفة كده علشان اخلط كل المحتويات دي مع الكزبرة الناشفة والملح والكمون وسنة صغيرة من البيكنج باودر اهو بالطعامة والشكل القمر ده. عشان بقى هنا احفظها بجيب اكياس التلاجة وببدأ هنا احط فيها الكمية اللي انت عايزاها، وتبدأي تخرجي كل الهواء اللي موجود فيها، تضغطي على الكيس كده تخرجي كل الهواء، وفي نفس الوقت تبقى بالشكل القمر الجميل ده، ما بتاخدش مساحة ولا حيز في الفريزر. في نفس الوقت بتبقى سهلة لما تيجي تخرجيها عشان تعملي منها للفطار يعني او للعشاء، بيبقى سهل انك تخرجيها وتاخدي منها ايه جزء بسرعه كده بتفك معاكي، خلاف لما تكوني حطاها مكلكعه كده او كميه كتله فوق بعضيها كده. تمام. خرجي الهواء بس من الكيس واضغطي عليها بايدك زي ما انا بعمل كده، ومش هتاخد كمان حيز في الفريزر، هتطلع معاكي بالطعامه والجمال دوت.
طبعا دي الكميه اللي طلعت من نص كيلو فول مفصص. اقل من يعني انا خدت من النص ده حوالي كبشه كبيره كده اهوت، علشان هقول لك هنعمل بيها ايه دلوقتي بالشكل القمر اللي انت شايفاه دوت. يبقى عشان تطلع ناجحه معاكي لازم تنقعي الفول مده لا تقل عن 3 4 ساعات، وبعد كده تبداي تشتغلي. وزي ما انت شايفه اهو عملتها بالامكانيات المتوفره، لا كرات ولا بصل اخضر، وطالعه في منتهى الجمال وريحتها جميله جدا جدا جدا. الف هنا على قلوبكم. هنيجي بقى نعمل الاخ الملازم للفلافل وهو الفول. الفول المدمس المصري القمر الجميل دهوت. بجيب الفول البلدي بالشكل اللي انت شايفاه الحلو دوت. وهنا بقى شويه الفول اللي انا نقصتهم من الفول بتاع الفلافل، او زي ما انت شايفه كده انا خدتهم عشان اعمل منهم الفول المدمس اهو. حفنه كده على قد كفه ايدك. وده عباره عن نص كيلو من الفول المدمس، انا نقعته لمده لا تقل عن 10 ساعات. ومعايا ليمونه واحده مقفوله، ومعايا حبه صغيره جدا من الطماطم مش موجوده مفيش مشكله، ومعايا هنا نص بصلايه واحده صغيره بالشكل القمر اللي انت شايفاه دوت. تمام اهو، بالجمال اللي انت شايفاه دوت. انا هنا عشان متوفر عندي حله الضغط اللي هو حله البروستد الصغيره دي، فبدات هنا انزل الفول بتاعي اللي انا نقعاه مده ما تقلش عن 10 ساعات. حلو انك تنقعي البقوليات. اول حاجه بتتخلصي من الاتربه، بتتخلصي من السموم اللي موجوده فيها، بتتخلصي من المبيدات اللي كان مرشوش بيها النبات ده في الارض، وكمان المبيدات اللي كانوا راشين بيها الفول ده او البقوليات اللي كانوا مخزنينها مثلا في مخازن. ما انت بتروحي تجيبيها من السوبر ماركت او المحل او من العطار، بتكون طبعا ايه خلطينها ببودره كده وحاجات عشان خاطر تحفظها يعني. وبالتالي النقع بيفيدنا في الكلام ده كله. هنا حطيت حوالي معلقه كبيره من العدس الاصفر، وده بيودي الفول في اللون والطعم لحته تانية خالص. معلقه واحده بس كفايه. في بعض الناس بتحط معلقه من الرز، بس انا ما بحبش احط الرز. وانت هتشوفي دلوقتي هيطلع معاكي بالطعامه والجمال دوت ازاي. انا غاليه ميه هنا، لازم الميه تكون مغليه، ميه مغليه. وتحطيها على المحتويات بتاعتك اللي اتكلمنا عليها دهيت بالشكل القمر ده. طبعا حاله الضغط ليها حد معين، لحد القفل بتاع اليد انا بوريك اهوت، لحد ما انا بشاور لك كده يكون مستوى او منسوب الميه بتاعتك علشان الحله تبقى في الامان. وابدا هنا اقفل الغطا بتاعها كويس، واقفل المقبض بتاعها، واتاكد ان صمام الامان سالك ما فيهوش اي انسداد، علشان لا قدر الله ما يعملش انفجار في الحله. طب ما عنديش الحله وعندي قدره للتدميس، حطي في القدره عادي. ولما تيجي تزودي زودي ميه مغليه من وقت للتاني، كل ما الميه تنشف زودي ميه مغليه من وقت للتاني. ما عنديش لا دماسه ولا حله الضغط وعندي حله عاديه، حطي في الحله العاديه. وبعد كده هرفعه على النار، هيطلع معايا احلى فول مدمس بالطعامه والجمال والشكل القمر اللي انت شايفاه دوت. اتمنى اكون قدرت اعمل لك اضافه. الى اللقاء، مع السلامه في فيديو اخر.